تخيل تبني شركه من الصفر وتكبر وتوصل بيها لنجاح عالمي، وبعد كل ده يتقال لك شكرا انت مش مناسب، يلا اتفضل. ده بالظبط اللي حصل مع ستيف جوبز من شركه ابل، الشركه اللي هو عملها في 1985. ستيف وقتها كان عنده 30 سنه ونجح في تحويل مجرد فكره في جراج صغير لشركه بتقود ثوره في عالم التكنولوجيا. بس بسبب خلافات مع مجلس الاداره وقتها قالوا له شكرا يا باشا، احنا مستغنيين عن خدمات، واتطرد من الشركه اللي هو اسسها بايده. ناس كتير كان ممكن تنهار في لحظه زي دي، بس ستيف جوبز هنا عشان هو شخص مش عادي فهو ما عملش زي ناس كتير كان ممكن تنهار في لحظه زي دي. وساعتها قال جمله غريبه جدا، قال ان طردي من ابل كان احلى حاجه حصلت لي في حياتي، لانه خلاني ابدا من جديد بعقليه المبتدئ مش بعقليه الناجح. بعد ما اتطرد اسس شركتين، شركه نكست ودي كانت شركه تكنولوجيا متقدمه بتصمم اجهزه كمبيوتر كبيره للشركات الكبيره وللجامعات، وشركه بيكسر الشركه اللي بدات عصر جديد للانيميشن الرقمي. الاغرب بقى هنا ان شركه ابل بعد ما واجهت ازمه ماليه كبيره في التسعينات اضطرت علشان تنقذ نفسها ان هي تشتري شركه نكست، وبكده ستيف جوبز رجع لابل. بس المره دي ما كانش راجع بصفته ان هو موظف او عضو مجلس اداره، كان راجع بخبره وبانظمه تشغيل جديده واللي هي بقت اساس الاي او اس والماك. ومن هنا بدات المرحله الثانيه من ابل، اطلاق الاي ماك والايبود واخيرا بعدها الايفون. منتجات غيرت شكل حياتنا وشكل العالم كله كمان. فمش كل فشل هنا نهايه، ساعات بتكون اكتر لحظه انت حسيت ان انت كسرت فيها تكون هي دي اللحظه اللي انت بتبني بيها مستقبلك. ستيف جوبز طرد من حلمه، بس لما رجع علشان يبني حاجه اكبر من الحلم نفسه. فكلنا هنا بنتعرض لفشل، بس مش كلنا بنعرف نرجع منه اقوى. فاحكي لي هنا في كومنت ايه اكتر لحظه حسيت فيها انك فشلت في حاجه وازاي رجعت منها، يمكن قصتك تلهم حد تاني لسه في النص.